بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في آخر مبحثين عندنا في نهاية المنهج قال سور القرآن الكريم. نحن نستكمل المذكرة، وصلنا صفحة 35. قال سور القرآن وآياته. تعريف السورة. السورة لغة، تذكر دائما السورة من لفظها من السور. السور هو ما ارتفع من البناء، فالسورة لغة الرفعة والمنزلة والشرف. وسميت السورة سورة القرآن بالسورة لجلالها ورفعتها، لأنها تضمنت أرفع كلام وهو كلام الله جل وعلا. السورة اصطلاحا عند أهل العلم هي مجموعة مستقلة من الآيات لها بداية ونهاية، فهي مجموعة. وبالكتاب تذكرون ماذا قال؟ طائفة. أحسنت. والطائفة هي بمعنى المجموعة، لكن هنا في المذكرة قال مجموعة إنها أسهل. هي مجموعة مستقلة، فإذا لا تدخل بالسورة أخرى. مستقلة من إيش؟ أو هي مجموعة من إيش؟ مجموعة من الآيات المستقلة لها بداية ونهاية. أقل سورة في عدد الآيات هي سورة الكوثر، 3 آيات. وأكثر سورة البقرة، وهي 286 آية. طيب، تعريف الآية في اللغة لها معاني كثيرة، منها أنها علامة. تقول أنا ذكي، أقول ما آية ذلك، يعني ما علامة ذلك. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتب الأدب سأل أحدهم قال: من أحمق الناس؟ أكثر واحد حمقا من هو؟ من تظنون؟ علي بن أبي طالب سأل صاحبه أو من يعرفه عن آية الحمق، كيف نعرف أحمق الناس؟ قال: من أحمق الناس؟ الآية التي تدلنا عليه، يعني العلامة. قال: أحمق الناس من ظن نفسه أعقل الناس. هذا أحمق الناس، من يظن نفسه ذكي وإن ما في مثله وإن فريد زمانه وإن ما شاء الله. هذا أحمق الناس. ودائما الحمقى أن تجلس معهم، دائما عنده أنه محور الكون، ودائما لما فعل وفعل وفعل، نسأل الله العافية. طيب، فالآية في اللغات تطلق على معاني، منها العلامة، ومنها المعجزة، ومنها الأمارة والعبرة والأمر العجب والبرهان والدليل والجماعة إلى آخره. طيب، الآية اصطلاحا قريبة من السورة اصطلاحا، مجموعة مستقلة مثل السورة، لكن من كلمات القرآن، ليس من آيات القرآن، لا، من كلمات القرآن، لها بداية ونهاية، مندرجة في سورة. لها بداية ونهاية، عبر في الكتاب لها إيش؟ مطلع ومقطع بنفس المعنى، مندرجة في سورة. هذا قيد إضافي. فإذا هناك فرقان بين السورة في التعريف اصطلاحا والآية. الأول أن طائفة مستقلة من الآيات هذه السورة، طائفة مستقلة من الكلمات هذه الآية. الآية لها قيد إضافي وهي مندرجة في سورة. طيب، أقسام السور باعتبار الطول والقصر تنقسم إلى 4 أقسام، المتضمنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة 7 الطوال، ومكان الزبور 100، ومكان الإنجيل 200، وفضلت بالمفصل. الطوال وهي أول 7 سور في القرآن بعد الفاتحة، ويجمعها أنها كلها تزيد على جزء من القرآن الكريم، وهي تمثل ثلث القرآن وأكثر، ولها فضائل خاصة. القسم الثاني المئون، وهي السور التي زادت آياتها عن 100 آية، وهي التي تلي 7 الطوال في الترتيب المصحف، وهي يونس وهود ويوسف والنحل والإسراء والكهف وطه والأنبياء والمؤمنون والشعراء والصافات. القسم الثالث المثاني، وهي التي تلي 100 ولم تبلغ آياتها 100 آية. سبب التسمية من المثاني أنها تثنى وتكرر في الصلوات، وعددها 30 سورة، من سورة النمل إلى سورة الحجرات، ما عدا الصافات فهي من 100. ويضاف لها سورة النمل، ويضاف لها قبل سورة النمل 8 سور: الأنفال والرعد وإبراهيم والحجر ومريم والحج والنور والفرقان. طيب، القسم الرابع المفصل، وهو من سورة قاف إلى آخر القرآن إلى سورة الناس.
وبعض أهل العلم يضيف عليه سورة الفاتحة، وهذا لم يذكر في الكتاب، وهنا ذكر في المذكرة. يعني فهذه المذكرة فيها إضافات وفيها تصرف عما في الكتاب. سمي بذلك لكثرة الفصل بين سوره ببسم الله الرحمن الرحيم. ينقسم المفصل إلى 3 أقسام: طوال المفصل من قاف إلى سورة المرسلات. القسم الثاني أوساط المفصل من النبأ إلى سورة الليل. قصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس. المبحث الذي بعد ذلك ترتيب الآيات في القرآن توقيفي، نقف على ما جاء في النصوص وما جاء في الأدلة، ولا نجتهد بعقولنا وبرأينا، فإذا لا يجوز فيها الاجتهاد. والدليل على ذلك إجماع أهل العلم، إجماع الأمة أن ترتيب الآيات توقيفي. طيب، ترتيب سور القرآن اختلف أهل العلم، هل القرآن في سوره مرتب بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد من الصحابة؟ على قولين، أنه بتوقيف أن السور ترتيبها اجتهادي، وهو الراجح الذي رجح هنا في المذكرة، وهو اجتهاد خاص بالصحابة رضي الله عنهم، ليس لمن بعدهم الاجتهاد فيه، وقد استقروا عليه وأجمعت الأمة على العمل به، وكتب عليه المصحف العثماني ولا يجوز مخالفته في الكتابة. هنا ذكرت لكم أن في الكتاب رجح أنه اجتهادي، لكن فيما أذكر نبهتكم أن في الاختبار الراجح أنه إيش؟ توقيفي، ولا أظن أنه سيسأل عنه، لكن الله أعلم. طيب، آخر مبحث فضائل القرآن الكريم، وهذا مبحث سهل. فضائل القرآن الكريم تنقسم إلى أقسام. القسم الأول فضل القرآن في القرآن بصورة عامة. الله عز وجل ذكر فضل القرآن أنه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا لا ريب فيه يعني فيه يقين، هذا فضل واحد الأول. ثاني، أنه هدى، فإذا هذان فضلان القرآن في هذه الآية. تستطيع أن تكتبها هنا حتى يكون عندك دليل وعندك كلام منهم. كذلك الله عز وجل أقسم به، والدليل ياسين كم له؟ طيب، قال هذا الفضل الأول، فضل القرآن في القرآن. الثاني فضل القرآن في السنة، ومن أشهر ما أتى في فضل القرآن في السنة في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القسم الثالث فضائل بعض سور القرآن الخاصة، مثل سورة الفاتحة، ورد في السنة أنها أعظم سورة في القرآن. كذلك سورة البقرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنفر الشياطين من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. سورة الإخلاص ورد في السنة في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن. المعوذتان قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لم ينزل علي مثلهن. كذلك في آيات خاصة لها فضائل، مثل آية الكرسي، أتى في صحيح مسلم أنها أعظم آية في كتاب الله. أيضا الآيتان الآخرتان من سورة البقرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأهما في ليلة كفتاه، يعني من كل ما أهمه من الشرور. كذلك فضل أول 10 آيات من سورة الكهف، من أتى في السنة أن من حفظها، وفي رواية آخر 10 آيات من الكهف عصم من فتنة الدجال. هذا القسم من أقسام الفضائل. كذلك هناك فضل لتلاوته، ومن أشهر ما ورد في فضل تلاوة القرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اكتب، هنا قال كما ورد في الحديث، اكتب هذا الحديث: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكذلك الحديث الذي بين أن كل حرف فيه 10 حسنات. طيب، كذلك هناك فضل خاص لاستماع القرآن، أنه سبب لتنزل الرحمة، فإذا أذنب الواحد منا يذهب ويسمع القرآن حتى تنزل عليه الرحمة ويتوب الله عز وجل عليه. قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيضا هناك فضل لمدارسة القرآن كما نفعل اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
آخر مسألة وننهي المقرر هي آداب تلاوة القرآن. واحد، أن يقرأ الإنسان القرآن وهو على طهارة البدن وطهارة المكان وطهارة اللباس وطهارة الفم. ومن أعظم أنواع الطهارة ما هي؟ طهارة القلب من الشرك ومن البدعة ومن المعصية ومن سوء الظن ومن الغل على المسلمين. الرياء يدخل في الشرك، قلناها في البداية. طيب، هذا من أعظم ما يكون، وهذا فيه يعني تنبيه لنا أن ليس العبرة بكثرة القراءة للقرآن، حلقة تحفيظه فقط، لا، أهم شيء ما أثر هذا القرآن على قلوبنا في البداية وعلى جوارحنا وأقوالنا وأفعالنا. طيب، المهم الطهارة واحد. الأمر الثاني أن يستوي قاعدة. من الأدب من القرآن أن يستوي الإنسان في قراءته، خاصة في التسميع أو كذا، قاعدة. لكن هل معنى هذا أنه ما يجوز تقرأ وأنت تمشي؟ لا. هل معنى هذا أنه لا يجوز أن تقرأ القرآن وأنت مضطجع؟ لا، لكن بحسب الموقف يكون من الأدب قراءة القرآن وأنت جالس قاعد مستوي وأنت قاعد، أن هذا فيه تعظيم للقرآن. الأمر الثالث أن تستعيذ بالله عز وجل قبل قراءة القرآن من الشيطان الرجيم. الرابع أن بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس أنك ترتل القرآن، تقرأ. فالقراءة سنة متبعة، ما ينفع أن تقرأ القرآن كأنك تقرأ جريدة ولا تقرأ بلهجتك. أحيانا واحد يقرأ القرآن بلهجته، سواء تسمع تقول هاي قراءة كويتية. لماذا؟ ما في تجويد، أو هذه قراءة مصرية، أو هذه قراءة شامية. يقرأ القرآن كأنه يقرأ جريدة. لا، القرآن من الأدب فيه أن يقرأ كما أنزل، يؤخذ على المشايخ. وهذا سبحان الله لا تستطيع أن تأخذه إلا عن طريق المشايخ، ولا بد من العرض، سنة متبعة. يعني رأيت من حفظ القرآن على غير المشايخ وهو متقن لحفظ القرآن، تجد العجاب من الأخطاء في القراءة، مع أنه كان يسمع ثم يحفظ، لكن ما يدري، يظن أنه يقرأ كما يقرأ الشيخ، وهو مخطئ لأنه لم يعرض على المشايخ. طيب، هذا أيضا من الآداب. كذلك من الآداب التدبر لما يقرأ الإنسان، وأن يكون هم الإنسان العمل، وأن لا يكثر الحركة، وأن يخشع عند سماعه، وأن يرفع القرآن ولا يمتهنه بأن يجعله كالوسادة أو أن يمد رجله إليه. هذا ليس من الأدب مع القرآن. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين.